الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. مصنفين رحمه الله تعالى مبتدئ التين أودون منهج أهل السنة والجماعة أكتئ من ربة هاجر جج يوم مبتدئ كان الأودني جرى كموت هاجج جرى adaba itti gochuuta hajejju isa kana nu dubbataara sheekni asirratti maal jedhu waan jedhu sillaallaga ومن السنة سنة الرأي هجران أهل البدع المصنفين والربدعاتين ومباينتهم جران أدثرون وترك الجدال والخصومات فالميليسون دين كيسة فالموليسون وترك النظر في كتب المبتدعة كتابا مبتدئ إلى لوليسون والإصغاء إلى كلامهم ربيسان جلال أجهوليسون وكل محدثة في الدين بدعة جرينا الهجران. جاء شيخنا الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد بن صالح رحمه الله هجران جتون كن مصدر هجر مصدر هجراتي وهو لغة حجر جتشونكن يوقع حجر جتشونكن أكلغات الترك وإيسو رجج. والمراد كان فلم بهجران أهل البدع والربدعات إيسو التين أودو جتشون كان فلم آجروا الابتعاد عنهم إسان الرافقاتشو والربدع الرافقاتشو وترك محبتهم إسان جالتشو إيسو وموالاتهم إسان نصروا إيسو والسلام عليهم إسان رد سلامتوا إيسو وزيارتهم زيارات عن إيسو وعيادتهم وقصنانجا فتشو إيسو ونحو ذلك هذا جزء بدعات إذا تأس التطائفة قنا مصنفين لبة جزء بدعا دوبا قتني عمليات أوس أكسوفي يوتورا وردي وزيفا ذكري أدى كان جاري في الدبل الجرة دوبا إتكسيت أوسيت. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى والربدع كان التنودون جرك مجد مال الجنة ربته أكنجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قومي ربي في قيا آخراتي أماني إن أقرت أتي جاء إن أقرت جتشونكم إن أرقين جتشو ليلنا قومي ربي في قيا آخراتي أماني كان جالتو دوبا قدنيكا تهو إن أرقينت من حد الله ورسوله ونمر دي في ارقماتها خالة كان جالة تهوه ارقن جالالي جراتشون قبويت. أما إذا كيستي حكمت رقانوتها جنان. قال القرطبي رحمه الله إمام القرطبي تفسير ساكسة ماجرة استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. إمام مالك آية كان عند دليل قدرته قدرية ورقتني قدر مرمت سنة ثلاثة قدرت رد جرى وجن ساهودي سورة آية كان دليل قدرته جد آيان هدود جروبا كواهي كان ردي قجلتن جد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
قرطبينا في التسماجد الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. إرجما ربي في كعب أو ديجرا أكثما ور كعب والجنين قافز دول الراحة في سنة دولة تبوك الراجل أو ديجرا كن اللي حديثة كيستي رجانو تهجج كان مليتي دوبا هدولا كان حديثة كيستي شوفي حديثة دوبا قتني أبي هريرة نوجيستي سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. حديث مسلم سنة جلس. أما حديثة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث جلس القص. حديثني بابي كان في ست دنورة إرجم الرب عليه الصلاة والسلام كعبين أو ديجرا صاحب كلمان أو ديجرا هم قل يا شنت ما تري أكثر إرجم الرب عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فهجره حتى طرحه وهجره له كان بالإعراض عنه. أكثر إرجمان عليه الصلاة والسلام زينب بنت جاشين ودير قريبا من الشهرين حين وصفت صفية باليهودية. أبي داود ديستيج مثال ليه الدولة على كل ورى مبتدعا كان ودورتي إجماع فجرات. فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم القاضي أبو يعلى والبغوي والغزالي. فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدع. وقال البغوي بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين يتخلفون الخروج فآمر بهجرانه إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. إذا أودون كنوا أككم جناني إذا أودون أكما مصنفين دب تاجر الابتعاد عنهم بسان الرافقات وجنتاوريسو دوبا قتنيكا اتنولوموريسو بسان خبجوريسو سلامتاج سنجتوريسو فولت ديريروريسو هاي مال فائدان نقبو تنودونكم نمتجا كان كتاول أفتاء جلتو حقوبة شرعية جلن كتاب جلتو شريان كاي كتاب نمتجا نودماجر مكت عمار جلتو أكثما دمكنا نما كيستي ورا مسلمة كيستي وانا كنا كيستك جرغنا انسين بدانا كمن دليل اللي دانجيسو هاي كنافو ضوابط الشرعية لن ضبطا مقبلا مال نجنان إخلاص متابعة إبادة وانته جنة ونكون حوانا سيتي تاون قبوة تنودون كن إخلاص متابعة كل ما جراتو قبيل. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم كتابة ثاني لا لبيسون جران ودور رأيجت خوفا من الفتنة بها فتنفة فموجة لغتني صداتو راجلني يو إلى لنجرني قلبي إنما دبانا يو نمجلس هو إيرما فقاتشو أو ترويجها بين الناس يدون ما تجريسو صدافت. الابتعاد عن مواطن الضلال واجب بك جلنا رفقاتشو درك مجروم لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينع عنه
نمي دجالي بولا جهجر الرافقات جر الجمان فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات والله نمسكي يستر فجر حالة سؤال مؤمن جسوه في هذا جس إذا هردفا دوبا تنيكا شبهة إني إستي ككاسوف جدا سبب شبهة إشارة أرجمه قلب إنسان تبع نامره دي سهردفوت غلغل جج كنافو بوتا سنرى فقاتم برباتات نامني دجال بهولا غير الرافقات ولين يرجما أكثم ورّا بدعاء إرما فقاتشو رججو أكثم كتاب جرى إرما فقاتشو لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعاتهم جروا فائدان كتاب ثاني لالو كن يو بدعاء ثاني بروته ثاني رتردي وجه فلا بأس بذلك قوان قبل لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحسن به نما عقيدة صحيحة قبل جج وعن التنتفض وكان قادرا على الرد عليه إشان الرد بسوء كان اللو يوتي بل ربما كان واجبا بالكمتاج لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب له نما إشان الرد بسوء إتهف نتهجج نما رتبامو جولي ريف كتاب جمرون وانا كفي تيمو انتوجج نما متبحر تأيه جرى مبتدئ كان ردي قجودا نما كان آيات إن بقى كتاب ثاني لالوني نما براتي مو إن بقى وجج كم برا مصنف رحمه الله تعالى وهي فالمس دبتيرا إذا كان الشيخ نماذرني الجدال مصدر جادلة جدال جتون مصدر جادلات جتون فعل إنسان جادلة رباعي له والجدل منازعة الخصم بالغارات فلم للتغلب عليه الرتي إنجفت جلني وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة فالميكة تجبات والختام المجادلة فهما بمعنى واحد ختام جلتم مجادلة جلتم معنى ستقوم جلتم وينقسم القتال والجدال في الدين إلى قسمين لما تقودم الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق حق رجع في سورة نمت فلم وإبطال الباطل أرى أبم في سورة وهذا مأمور به جلس الترجمة سكنة نمنه إما وجوبا تكا وجوب أو استهبابا تكا سنمارا بحسب الحال لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثاني تفلم يكون ربي جادلهم أما نقول إذا حقرت قاسسني باطلة أبم سيسنو غافني يانم في التابري ذاتي حقا سبت سيسودا حقا ملسودا غافة جدتو نبكى جدتو أف نفسروا فصونتين جدتو نما استفالمارو كان انجفتو فصونتين حقا أرقم سيسو غافة نتا وجادلهم بالتي هي أحسنودا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إنكم غافة دركمته وقبا غافة سنته وقبا صحاب النساء كنا كانوا حجتني جرو ججو قسم وقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خوارجت لكن فالمنه خوارجت فالمجنة نما هدوتو ديبي ججو خوارج مرة دوبا غافة كنا نتحجج محمود ججو الثاني أن يكون الغرض منه دنسان فالمي كان الرائتهورا التعنيت أو الانتصار للنفس تيكير ما فالموجد تيكير ما فالمني دوبا أف نفسرورا قافتنا أو للباطل تكا باطل نفسرورا قافته فهذا قبيح منهي عنه نكون فكسادا الأرغاني في قدما لا إذا نفسين فالمي رأويتو كان رتحمل مجج نفس فالمير رويت كان رتحمل ما جرى ربي لقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آية وربي كيستهم فالموجة ور كفر مليجة أما فالمين في كن جدت إذا كان إبطالا كان جدت إذا كان حكبا ليسوس جدت
أكثم وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب باطل قبتني فالمنجد مالي حقا دين سورة أبجد أكذبر إنني سانكا بكتانك يا حكمت أما حقا دين سورة غافتت دليل دين سورة كان فالمن يوتي جد غافة مذموم جد نقول إرجمان ماجدًا عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل قومين جلن إيجا كجيل منا إيرترانيزي وجلتني جلني فالميك إنما ملينا فالمجج فالمين إن يكون فالميسا مذموما ما تيجو ملتو والربيدعة باطلك بتني فالمنجج باطل قبتني ورفل مكان ورأكنا قنا وركنا دوبا مذمومين نكون جج فلمين أرجمان إذا كان فلمين إطلاقات مذمومين بذي لما تبها محمود مذموم محمود حاجة سبتيزولا حكا إسولا في وزيفا فماذا يوم باطلان كان فلما متى حكا ديبسولا رجاجر ديبسولا في وزي إنكم مذمومي جتولا أسمرت الأنبنا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.